حتى لازم يهتم بالبنت، ولازم المساله ما تبقاش بدل ما تبقى بحث تبقى توجيه اتهام. هو مستوعب دوت، وقال لاخر لحظه هنعمل كل المحاولات لاثبات يا حقها يا اثبات انها ملهاش هذا الحق. احنا بالنسبه لنا احنا عايزين انصاف مش لمريم بس، صحيح، لا لاي حد يقع عليه اي ظلم ومش قادر يوصل لقنوات اتصال. كويس، احنا طالبين اولا يتعمل اختبار لمريم من ناس متخصصين يسالوها. احنا بنطالب بده. ده بقى نبص بقى في الخط لان احنا مش جهه بوليس، احنا مش شرطه. ثانيا احنا لا نشكك لا في كنترول ولا بنشكك في موظف ولا بتاع، ولكن الله اعلم لغايه دلوقتي، الله اعلم. بس لا يصح ان نتهم البنت كمان. يعني ما ينفعش نقول ايه لا يمكن لا يمكن لا يمكن. يعني ايه لا يمكن؟ مع احترامي للاراء اللي عند حضرتك، ما فيش حاجه اسمها لا يمكن. في حاجه اسمها بحث. ازاي البنت دي لو الورق كله بتاع اللجنه بتاعتها اتبحث عن طالب وطالبه جاب كام في الاعدادي وجاب كام في زي ما عملوا معاها، هنشوف هو جاب في الثانويه عامه ازاي كده. انما هي واحده جايبه 290 من 300 في اعدادي وجايبه 97% في اولى ثانوي وثانيه ثانوي. احنا عايزين نفهم، عايزين نحل هذا اللغز. احنا عايزين نحل هذا اللغز. هل ممكن ان احنا مثلا ان غير الامتحان ان البنت تتعرف على باقي اوراق الاجابه وتطلع خطها؟ ممكن مثلا؟ طبعا ده مطلب. ده المحامي الاستاذ ايهاب